زينة، فاكرة لما كنا بنقول عاوزين نتغير ويفضل مجرد كلام؟ فاكرة؟ ده كل سنة نكتب خطط السنة الجديدة وننسى بعد أسبوع. بس المرة دي عندنا سلاح سري اسمه العادات الذرية. الكتاب اللي بيقولك لو غيرت 1% بس كل يوم حياتك هتتبدل؟ أيوة فعلا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بودكاست إت. انتظرونا بعد الانترو. يا هلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن خلاصة أفكار مهمة قوي من كتاب العادات الذرية لجيمس كلير. معنا يعني ملخصات ومقتطفات كده. أيوة، الكتاب ده فعلا عامل صدى كبير. بالظبط. الفكرة الأساسية اللي هو الكتاب بيدور حواليها هي إن التغييرات الصغيرة جدا اللي ممكن تبان يعني ملهاش لازمة هي دي اللي بتعمل فرق ضخم في حياتنا. تمام، مش الأهداف الكبيرة بحد ذاتها. لا، التركيز أكتر على الأنظمة، على الخطوات البسيطة اللي بنكررها كل يوم. هو ده فعلا لب الموضوع. الكتاب بيقول إن حياتنا ونتائجنا دي هي في الآخر مجرد مراية لعاداتنا وأنظمتنا اليومية. يعني لو النتائج مش عجبانا يبقى لازم نبص على السيستم نفسه، لازم نغير النظام اللي ماشيين عليه ده. تمام قوي. طيب عشان نفهم بقى نغير إزاي، مهم نعرف العادة أصلا بتتكون من إيه. الكتاب بيشرحها في حلقة كده 4 خطوات: الإشارة، وبعدها الرغبة، تيجي الاستجابة، وفي الآخر المكافأة. حلقة بسيطة بس قوية جدا. جدا. زي مثلا ممكن الإشارة تكون صوت نوتيفيكيشن الموبايل، والرغبة إنك تعرف مين بعت إيه. الاستجابة إنك تمسك الموبايل وتفتح، والمكافأة حسيت إنك خلاص عرفت. وفهمنا للحلقة دي هو اللي بيدينا المفتاح للتحكم فيها، ومن هنا بقى بتيجي القوانين ال4 لتغيير السلوك اللي الكتاب بيقدمها. أيوة، اللي هي تعتبر خريطة طريق عملية. بالظبط، طرق نتعامل بيها مع كل خطوة من خطوات الحلقة دي. ممتاز. ناخد أول قانون، خليها واضحة. ده طبعاً للإشارة الخطوة الأولى. تمام. الفكرة إن كتير من عاداتنا أوتوماتيك عشان الإشارة قدام عينينا. فالكتاب بيقول لو عايز تبني عادة كويسة، خلي الإشارة بتاعتها واضحة وموجودة. زي إيه مثلا؟ يعني لو عايز تفتكر تاخد فيتاميناتك، حط العلبة جنب كوباية المية بتاعت الصبح. أو فكرة تكديس العادات دي، اللي هو تربط عادة جديدة بعادة قديمة. تقول مثلا بعد ما أشرب قهوتي الصبح هكتب 3 حاجات أنا ممتنة ليها. حلو قوي دي. والعكس بقى، لو عايز تتخلص من عادة وحشة خليها مش واضحة، يعني خبي الإشارة بتاعتها. منطقي. مش عايز تاكل حلويات؟ بلاش تشتريها أصلاً أو حطها في مكان بعيد وصعب توصل له. كل ما الإشارة اختفت كل ما كان أسهل تتجاهلها. تمام. طيب الإشارة بقت واضحة للعادة الكويسة، نيجي للقانون التاني، خليها جذابة. ده بقى بيشتغل على خطوة الرغبة. أيوة، لازم تكون مغرية عشان نكمل. بالظبط. هنعملها إزاي دي؟ الكتاب بيقترح حاجة اسمها ربط الإغراءات، يعني تربط حاجة لازم تعملها بحاجة بتحب تعملها. إزاي يعني؟ يعني مثلا تقرر إنك مش هتسمع البودكاست المفضل بتاعك غير وإنت بتتمرن. كده التمرين بقى مرتبط بحاجة ممتعة. فكرة ممتازة. وبيتضاف لده كمان إننا نتأثر بالناس اللي حوالينا. يعني لو دخلت في جروب أو وسط ناس العادة دي عندهم أساسية، زي مثلا الناس كلها بتروح الجيم، ده بيخلي الموضوع جذاب أكتر. صح، البيئة الاجتماعية بتفرق. طيب كده العادة واضحة وجذابة. القانون الثالث بيقول خليها سهلة. دي بقى عشان الاستجابة، عشان نعمل الفعل نفسه، ودي عقبة كبيرة عند ناس كتير. فعلا، عشان كده أهم فكرة هنا هي قاعدة الدقيقتين. أي عادة جديدة ابدأها لمدة 2 دقيقة بس. بس دقيقتين؟ أيوة. عايز تقرأ؟ اقرأ صفحة واحدة. عايز تتمرن؟ البس هدوم التمرين بس في الأول. الهدف إنك تبدأ تكسر حاجز البداية ده بأسهل طريقة ممكنة. الفكرة كلها نقلل الاحتكاك، المقاومة يعني. نجهز البيئة زي ما قلنا، تحضر لبس التمرين من بالليل. أيوة، والعكس برضو للعادة السيئة، خليها صعبة، زود الخطوات. لو التلفزيون واخد وقتك ممكن بعد ما تخلص تشيل الفيشة أو تخبي الريموت في درج مقفول. أي خطوة زيادة ممكن تخليك تكسل. جميل قوي. وصلنا لآخر قانون، خليها مشبعة، يعني تكون مرضية فيها مكافأة. ودي مهمة عشان نكرر السلوك. بالظبط، مخنا بيحب المكافآت. مشكلة العادات الكويسة إن مكافآتها بعيدة شوية. الرياضة نتيجتها مش بتبان تاني يوم. صح، فلازم نخلق مكافأة فورية. ممكن باستخدام متتبع العادات، مجرد إنك تعلم صح كل يوم إنك عملت العادة.
الإحساس ده بالإنجاز وإنك ما كسرتش السلسلة بيعتبر مكافأة. المكافآت الفورية دي حتى لو رمزية بتفرق جدا. وكمان فكرة وجود شريك مساءلة، حد بيتمع معاك، دي بتزود الالتزام بشكل كبير. وبرضه العكس للعادة السيئة، خليها غير مشبعة، اربطها بنتيجة سلبية فورية حتى لو بسيطة. في نقطة كمان حسيت إنها عميقة قوي في الكتاب، العادات المبنية على الهوية. دي نقطة جوهرية. إن التركيز ما يكونش بس على النتيجة زي عايز أخس، لأ، التركيز يكون على مين أنا عايز أكون. أنا شخص رياضي، أنا شخص صحي. بالظبط، ده التغيير الأعمق والأكثر استدامة. لما بتغير إيمانك بنفسك، السلوك بيتغير تلقائي عشان يتوافق مع الهوية الجديدة دي. ده بيخلي الالتزام أسهل، مش مجرد مهمة. أكيد. وعشان نحافظ على التقدم ده، في نصيحة مهمة قوي برضو، قاعدة ما تفوتش مرتين. لو يوم وقع منك العادة، عادي بتحصل، المهم تاني يوم ترجع فوراً. ما تخليش الغلطة تسحب وراها غلطات تانية. الخلاصة إذن إن الموضوع مش قوة إرادة جبارة، قد ما هو تصميم ذكي، تصميم نظام من العادات الصغيرة قوي دي ونلتزم بيها. تمام، الذرية زي ما الكتاب سماها، خطوات صغيرة بس بتتراكم وتعمل تأثير كبير مع الوقت والاستمرارية. والقوة الحقيقية زي ما قلتي في الاستمرارية، إننا نستمر نطبق القوانين ال4 دي كأدوات يومية نشكل بيها حياتنا خطوة بخطوة. هي دي الرحلة فعلا. طيب نختم بسؤال كده يمكن يخلينا نفكر. لو في عادة واحدة بس صغيرة جدا ممكن نعملها في دقيقتين كل يوم، تفتكروا إيه ممكن تكون العادة دي اللي لو التزمنا بيها هتبدأ تغير مسارنا للشخص اللي فعلا نفسنا نكونه؟